الجميلة منى هلا، أهلا بيكي معانا في منصة صرمة السعودية. اهلا بيك، ميرسي. وحشتينا بقى. وانتوا كمان. انا ما شفتكش من السنه اللي فاتت. ايوه. معمولة فيلم ومعمولة أول تمثيل اه، انا كل سنه اضرب لي حاجه كده صغيره واجري. موجود معاك النهارده في القاهرة السينمائي الدورة 45. شايفين دورة مختلفة ومميزة، في عدد كبير من الأفلام من كل الوطن العربي وأفلام قصيرة كويسة جدا اتفرجنا عليها النهارده. تيتا بقى. تيتا فيلم انا تحمست له جدا لما سمير بعت لي الورق. و اصل هو فكرته مختلفه، يعني هو سسبنس على رعب، على قصة إنسانية ليها علاقة بفكرة الأمومة، وإحنا بنشوف نفسنا إزاي كأمهات، أو علاقتنا بأمهاتنا عاملة إزاي. ف يعني ميكس كده لطيف قوي، ما شفتوش بصراحة في أي سكريبت قبل كده، فعشان كده تحمست للفيلم. لا منى هلا، يعني بتختار أي حاجة تشتغلها بدقة كويسة يعني بتأني كده. إيه اللي شدك أكتر حاجة في الورق؟ ان هو شكله مختلف، يعني الفيلم حسيت ان هو فيجوالي هيطلع حاجة مختلفة خالص على السينما المصرية. يعني هو بيتكلم عن علاقة أم بابنها ومامتها اللي لسه متوفية قريب. فالتريانجل ده المثلث ده كانت حاجة شداني جدا في السكريبت. برضو انه شوية رعب الفيلم، فاهم. ايوه شفنا ده وانت يعني مشهد لما بتاخدوا برامج جدا اه. وكانك يعني في البيضه هنا كان انت صحيت وفعلا كان في اه. مشهد البيضه برضه كان احساس ان في حاجه في ايوه. فعشان يعني حسيت ان هو ميكس غريب جدا السكريبت، يعني حاجه عمرها ما حصلت قبل كده، او قد تكون حصلت وانا ما شفتوش. بس جهل مني يعني، لكن بجد. احمد سمير كمان انسان حساس جدا. انا وهو مولودين في نفس اليوم، بس انا اكبر منه ب 15 سنه. فاحنا الاثنين اصدقاء، يعني بقينا اصدقاء بعد كده على المستوى الانساني. ودلوقتي بنكتب مسلسل انا وهو مع بعض، مسلسل كوميدي. خلينا بس في فيلم تيتا. الناس برضه ربطت فيلم زكي شان بمدير التصوير اللي معاكوا. ليه؟ قالوا عشان نهاد. اه. نهاد، ايوه. قالت ان الفيلم يعني يجمع منى هذا الطفل كان صغير جدا، بعد كده هما الاثنين في عمل واحد. لا، على فكرة أنا ونهاد اشتغلنا قبل كده في يلا بينا، كان معانا طفل من الأطفال اللي بيطلعوا في برنامج الأطفال زمان. أنا كنت بعمل زمان برنامج أطفال اسمه يلا بينا. فنهاد كان بيطلع معانا في البرنامج از جاست، يعني كان طفل من الأطفال اللي بيشاركوا في البرنامج. زكي شان برضه كان أيوه، بيحصل بالظبط. معاه ده الايام اللي فاتت ان منى هذا في القاهره السينمائي يكون معاها الطفل بتاع أيوه. البدايه مع لا، بس هو دلوقتي كان ورا الكاميرا عامل شغل تحفة بصراحة. هو دي او بي. طبعا شاطر جدا جدا جدا، خريج معهد سينما على فكرة. رأيك بقى في الأفلام القصيرة، يعني رأيك في الأفلام القصيرة اللي شفتيها النهاردة؟ شفنا أفلام متنوعة يعني. انا عجبني جدا الفيلم بتاع محمد حاتم، اسمه حيث ينام الاحياء. ايوه، حيث ينام. اللي عجبني فيه انه الفيلم صامت، هو ما اتكلمش طول الفيلم، بس انا بحب محمد حاتم جدا كممثل. شفنا النهاردة برضو بعض الناس بتدعمك منهم محمد عطية، جه واتبسط بالفيلم وهو خارج عمال يتكلم عن تيتا. محمد اصله صاحبي من زمان، وهو بيحب اختياراتي في الافلام، انا وهو يعني بنثق في اختيارات بعض. عجبني كمان الفيلم الاولاني اللي اتعرض بتاع الست اللي بتحاول تطلق جوزها دي. مش ما اعرفش اسمه ايه، بس الفيلم عجبني جدا. اول فيلم اللي اتعرض خالص. لو منى هلا، لو هتقدم نصيحة للأمهات من خلال تجربة فيلم تيتا هتقول لهم إيه؟ انا مش ام، فما اعرفش ادي نصيحه للامهات. ما تضربوش عيالكم. شفناك اديتي الولد قلم بس يعني احنا. غالية بصراحة جدا. بس هو يعني ده تمثيل، احنا كنا بنمثل ساعتها، لكن انا في الاخر طبعا قعدت اتاسف له وابوسه واحضنه يعني هو عارف، هو اصلا ممثل بروفيشنال، شمس على فكره، ابن الفنانه الجميله ريم حجاب. فهو اصلا من عيله فنيه. فشمس ممثل شاطر جدا جدا جدا. لا، هو بس كان احيانا بيرخم علينا شويه. كان بيمسك اغنيه مثلا من اول اليوم ويقعد يغنيها لغايه اخر اليوم فيجيب لك بس هو لا، هو شخص لطيف جدا جدا جدا. وحقيقي من الاطفال اللي اشتغلت معاهم هم قد المسؤوليه. ساعه التصوير بيسمع الكلام، ويعني كده، فاهم، عارف اللي هو بروفيشنال. بروفيشنال. عايزين برضو نتكلم معاكي عن التحضير للشخصية، يعني شفناكي يعني بصراحة في المشهد أم حقيقي يعني وحامل يعني اللي أنت كده كده ممثلة شاطرة يعني، بس الاستعداد للشخصية قام معاكي قد إيه؟ احنا قعدنا انا واحمد سمير نشتغل مثلا 3 4 شهور على البروفات وعلى الشخصيه.
وهو احمد سمير عجبني فيه حاجه، المخرج لما بيبقى واثق في الممثلين بتوعه بيسيب لهم براح كده ان هم يحطوا التاتش بتاعهم على الكاركتر. فهو يعني كنا بنقعد بعد كل، يعني انا اقعد مثلا في البيت احضر واكلمه اقول له يا سمير يلا نتقابل، فنتقابل فاقول له انا عايزه اعمل كذا وعايزه اعمل كذا، يقول لي تمام حلو حلو حلو. فبقينا نفتح لبعض اصلا آم، يعني سكك، فاهم، للشخصيات من خلال حديثنا مع بعض. وهو كان بيسيب لي حريه شويه ان انا احرك الشخصيه زي ما انا شايفاها من وجهه نظري. ودي حاجه بصراحه تحترم فيه، لان يعني المخرج اللي واثق في ممثلينه دايما بيسيب لهم فكره الحريه ان هم يشوفوا الشخصيه من وجهه نظرهم. عايزين نعرف برضو المسلسل بتاعك الجديد، بتحضري مسلسل شكله عامل ازاي؟ منى هلا هنشوفها كما لم نراها من قبل. بنحضر مسلسل كوميدي، هو زي سيت كوم كده، اسمه الكومباوند. آه 30 حلقه، وانا وسمير ومعانا نخبه من الفنانين الشباب دمهم خفيف جدا. بس فلسه احنا دلوقتي في مرحله التحضير، يعني لسه قاعدين بنكتب في المسلسل. ده هيتصور في مصر ولا؟ اه هنصوره في مصر ان شاء الله. فنانين يعني ماشي، عارفين ان في تجارب شبابيه كتير نجحت الايام اللي فاتت، برضه هل يكون في معاكم ممثلين محترفين؟ لسه مش عارفين، لو في حد وافق والله اهلا وسهلا، لكن مش عارفه والله لسه يا احمد. يعني احنا في مرحله لسه بدائيه جدا. لسه بنكتب الحلقات اساسا. اخر حاجه، التجارب الشبابيه في مصر الفتره الاخيره شفنا ناس كتير شباب عاملين تجارب كويسه جدا، منهم الحريفه نور النبوي وكل الشباب اللي معاه، طه دسوقي حاله خاصه، في شباب كتيره يعني الاعمال ادوها فرصه ان هي تشارك بشكل اكبر. اقول لك على حاجه، يعني هو تقصير مني بصراحه، انا بقالي فتره طويله جدا ما بتفرجش. ما بلاش الاحراج ده يا احمد والله يعني حقيقي انا من كتر الشغل، انا لسه راجعه من ايطاليا من 3 ايام. بجد انا من كتر الشغل اللي كنت بشتغله فعلا ما عنديش وقت ان انا اشوف حاجه حقيقي والله، وعارفه ان ده تقصير مني. ف اللي فات سمعتي عنها، ممكن بتتابع مثلا مسلسل على السوشيال ميديا تقرا عنه فتروحي تتفرجي عليه؟ أنا جاهز للفرجة. خالص لما ببقى فاضيه بنزل كل الحلقات بتاعت اي مسلسل واقعد اتفرج عليه مره واحده، فاهم، عشان اخلص لكن فعلا فعلا بجد ما عنديش اي وقت ابدا ابدا ابدا. انا كمان بطور الفيلم بتاعي الاول، وبكتب كتاب هينزل في المانيا السنه الجايه، لسه مش عارفه له تايتل. يعني 50%. اه فحقيقي بجد ما فيش اي وقت خالص ان انا اتفرج، وعارفه ان ده تقصير مني. اخر حاجه اللوك بتاعك، ماله؟ شفناكي في المسرحيه ولا في الاحلام ما كنتيش كده؟ كنت قصه شعري خالص، سبته بقى يطول شويه، تغيير. كلمه خير كل الناس في مصر والجمهور اللي بيحبك، ودايما الجمهور رابطك بالباشا تلميذ، مش عارفين ليه مع انك عملتي اعمال كتير، في بعض الشباب رابطينك بالبرنامج. منى توف ده كان برنامج جامد جدا، بس كلمه اخيره ليهم تقول لهم ايه؟ وبيقولوا لك وحشتينا وعايزينك ترجعي. ميرسي، ربنا يخليك، انا كمان بحبكم وحشتوني جدا، وان شاء الله تشوفوني في حاجه مميزه. المسلسل بتاعنا الكوميدي ده هيعجبكم قوي.